فيه واحد من قنا دخل مقبرة فرعونية تحت بيت مهجور، والمكان كله اتقفل بعدها عشان محدش يعرف خرج ولا لأ. القصة دي حقيقية واتسجلت في محاضر، واتقال إن كل اللي دخل بعده حصل له نفس المصير. في قرية صغيرة جنب قنا كان فيه بيت مهجور محدش بيقرب منه. الناس بتقول عليه بيت الكنز لأنه مبني فوق منطقة أثرية، وتحديداً فوق مقبرة فرعونية. البيت ده بقاله أكتر من 30 سنة فاضي، وكل ما حد يحاول يدخل يشوف إيه فيه تحصل حاجات غريبة، أصوات من تحت الأرض، حاجات بتتكسر، وكأن في حد عايش جواه. لحد ما في يوم شاب اسمه رمضان كان معروف بجرأته قرر يخش البيت ده ويدور بنفسه. رمضان كان شغال في مجال التنقيب غير الشرعي عن الآثار، وسمع من واحد عجوز إن البيت ده مبني على مدخل مقبرة فيها تابوت من ذهب خالص. بالليل دخل رمضان ومعاه معدات بسيطة وكشاف. فعلا لقى بير قديم في أوضة منسية في الدور الأرضي، نزل فيه وبعد حوالي ساعة بعت فايس لأخوه بيقوله: أنا وصلت الحاجة بس المكان بيتهز وكأن في حد بيتنفس هنا. ده كان آخر تواصل منه. أخوه بلغ الشرطة والناس فضلت تدور عليه 3 أيام. دخلوا نفس المكان بس مفيش أي أثر ليه. الغريب إن الكاميرا اللي كانت معاه اتلاقت، بس كل الفيديوهات كانت متقطعة. آخر لقطة باين فيها ضوء أحمر بيولع من بعيد وصوت همس غريب. بعدها بأسبوع واحد من اللي ساعده في الحفر رجع وقال إنه كان بيحلم بواحد لابس لبس فرعوني بيزعق له كل يوم: رجع اللي أخدتوه وإلا الكل هيدفع التمن. الراجل ده اختفى بعدها هو كمان. لحد النهاردة مفيش حد قادر يفسر اللي حصل. البيت اتقفل والناس بتحلف إنها بتسمع صوت حد بيصرخ من تحت الأرض كل ليلة جمعة. فيه ناس بتقول إن فيه لعنة مقبرة بتحمي المكان، وفيه ناس شايفة إن دي مجرد قصص، بس الغريب إن اللي بيحاول يثبت إنها إشاعات بيختفي هو كمان. بعد اختفاء رمضان وأكتر من شخص حاول يدور عليه، الحكومة قفلت المكان تماما وحطوا عليه طوب وأسمنت ومنعوا أي حد يقرب. لكن بعد سنة جت لجنة آثار عشان تعاين المنطقة، وبدأوا يشتغلوا بحذر شديد بالكاميرات وبأجهزة حساسة. وفي أول يوم حفر رسمي الجهاز سجل نبض تحت الأرض، مش نفس، مش صوت مية، نبض زي قلب بيضرب ببطء. أحد أفراد اللجنة قال لهم: أنا عالم مش خرافاتي، بس اللي تحت ده مش حجر، في حاجة بتتنفس. وتاني يوم اللجنة انسحبت من الموقع بدون ما تصرح بأي تفاصيل، وتم تصنيفه كموقع غير صالح للاستكشاف حاليا. لو عديت من طريق قنا وسألت عن بيت الكنز محدش هيقولك حاجة، بس كلهم هيبصولك بنفس النظرة، نظرة اللي شاف وسكت. وساعتها هتقرر هل تفضل سامع القصة ولا تكون انت كمان جزء منها.